يلا بقى يا جدعان الساعه 3 وتلت. ها يلا بينا. لا انا اخش زي ما دخلت اخر مره. خش ما هي كانت كده، بس انا كانت صوتي مستريح. خش وما تضحكش عشان بقى. خش بقى. دول ثلاثة أصحاب بيحبوا الكورة بس ما بيحبوش الكلام الكتير. السلام عليكم، حلقه جديده من دول ثلاثه. دي الحلقه كام؟ الثالثه. احنا الحلقات شايف اللي هي صدفه غريبه. ليه؟ على الثالثه دول ثلاثه. ماشي، حلقه مميزه، هتبقى حلقه كويسه جدا. تبقى حلقه هنجرب فيها فورمات مختلف او مش مختلف على السوشيال ميديا، بس مختلف بالنسبه لنا. احنا اغلبيه الوقت بنتكلم عن حاجات نوستالجيا اكتر. المره دي احنا عايزين نتكلم عن ايه؟ عايزين نتكلم عن لايف كونتنت ووجهات نظرنا في الاربع جولات اللي فاتوا في الخمس دوريات الكبرى. فانتوا شايفين نبدا منين؟ ممكن نبدا من الدوري الانجليزي مثلا. تمام، نبدا دوري انجليزي. طيب احنا لو نبدا بريمير ليج عايزين ناخدها منين يعني؟ وما هنتكلم عن السته الكبار هناخدها منين لفين؟ نمشي بقى من حامل اللقب لغايه ممكن نتكلم عن اللي كانوا منافسين على البطوله السنه اللي فاتت، بدايتهم في البطوله عامله ازاي. اللي هو كان عندك سيتي وارسنال والليفر كان معاهم، ولا ليفر كان الثالث او الرابع؟ لا ليفر خلص ثالث السنه. خلص ثالث بس بعيد عن المنافسه يعني نتكلم على الثلاثه، نتكلم على الثلاثه اللي كانوا بينافسوا على اللي هو دخول الابطال يعني نتكلم على الثلاثه. ماشي طيب ماشي. مين يخش يبدا؟ مين عايز نبدا بالبطل؟ نبدا اكيد نبدا بالبطل. نبدا بالبطل. السيتي بدا السنه دي بدايه مختلفه شويه، ان الناس نفس البدايه كفوز وكل حاجه، بس الناس كتير شايفه ان السيتي بدايته السنه دي احسن من بدايه الثلاثيه. ممكن عشان بدايه هالاند مختلفه عن كل سيزون اللي بدايه هالاند يعني. بس ماشي يعني هالاند متطور السنه دي، بس هل انتوا شايفين ان انتوا الاثنين يعني السنه دي السيتي بدايته احسن فعلا من موسم الثلاثيه؟ انا الصراحه مش هكدب عليك، انا مش فاكر بدايه الثلاثيه يعني السيزون الثلاثيه كانت بدايه عامله ازاي، بس انا فاكر ان كل سيزون للسيتي هي بدايه حلوه. بدايه مثلا اول 4 جولات بتبقى بال 12 نقطه، بتبقى بالفوز اللي هو الكامل، بيبقى الاداء حلو والنتائج حلوه. السيزون ده ممكن عشان السكور زياده، بس ممكن السكور ده يرجع لهالاند، لاجل ان هالاند بدل ما كان مثلا في 5 فرص بيجيب 3، لا دلوقتي هو ممكن يجيب 4 أو 5 أو 6، بيجيب 6 وبينزل من تحت يشوط من جوه ومن بره. فممكن السكور ده لو مثلا بيكسبوا 2 بقى يكسبوا 4 بسبب هالاند. ده انا لاحظتها في ال3 ماتشات اللي فاتوا. بس موسم الثلاثيه ده كان فيه هالاند، انا ما عنديش مانع كان فيه هالاند، بس السيزون ده هالاند تطور وواضح لكل الناس. التطور بتاع هالاند اللي هو ما بقاش ايه بقى مهاجم بوكس بس، لا ده راجل بينزل يستلم ويطلع ويشوط من بره ومن جوه. فممكن بدل ما كان بيجيب 3 جنب يجيب 4 أو 5، فده السكور بتاع السيتي مش اكتر. بص حته هالاند اللي انت اتكلمت فيها بتاعت اللي هو الاكس جي، يعني مش اكس جي عليه، هو الاكس جي بتاعه 3.5. الراجل بقى بيجيب 7 اجوان في 3 ماتشات، ضعف الاكس جي بتاعه. بقى بيلعب بره البوكس. بس هي الفكره ان السنه دي مع طبعا الصفقه ان جوندوجان رجع، دي حاجه جات لجوارديولا كده عند ربنا يعني. هو جوارديولا بيحب جوندوجان اصلا، نادرا لما جوارديولا اصلا بيرجع حد الفرقه عنده تاني. دي اول صفقه، يعتبر اول لعيب يمشي من جوارديولا ويرجعه. مع غياب رودري في اول 3 4 ماتشات، مع فودن اللي ما بيلعبش كتير، والسيتي بتكسب سكورات. هالاند، ما هالاند هو المهاجم وهالاند هو اللي يخلص ده يعني. هالاند كده اتطور، بس النقطه اللي بتكلم فيها ان الفرقه داخله فايقه كنص ملعب. يعني انا بالنسبه لي خط دفاع السيتي مالت دي هنجيلها. فانت بقى رايك ايه بقى في يعني خلاص اتكلمنا عن نقطه هالاند، رايك ايه بقى انا شايف ان السيتي داخله السنه دي بدايه انا بالنسبه لي انا واحد اقوى من كل سنه. انا بشجع ليفربول وبقول لك لا، بدايه السيتي السنه دي السيتي دايما بتلعب على الاستمراريه. لا انا حاسس ان السنه دي السيتي داخله، يا السيتي لو خدت الدوري السنه دي هتاخده بدري. ايه مثلا ممكن يخلص دوري السيتي بدري، او مين اللي مفيد للسيتي السنه دي؟ لا مفيد طبعا. انت عندك معظم لعيبه السيتي مفيده، فاهم؟ بس انت عندك سافيو مثلا جه السنه دي. سافيو لعيب اللي هو المهاري اللي ممكن يعدي يخلص لك ماتش بحلول فرديه منه، هو مش حاجه متفق بره التكتيكس بتاع جوارديولا اللي بيبقى ليها خالص يعني. مش اللي هو جوارديولا نازل محفظه انت هتعمل ايه كذا 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 زي معظم اللعيبه بتاعت السيتي. لكن سافيو هو بيعمل الجزء ده اكيد برضو، هو ما بيخرجش بس مثلا، بس ليه حته بتاعته لاتيني كده، حته اللي هي انا لو اتزنقت انا عارف انا هعمل ايه، هعرف اعدي، هعرف اعمل اسيست، هعرف اشوط. فدي الحته اللي كانت السيتي بيفتقدها بعد ما محرز ماشي، بقت موجوده دلوقتي تاني مع سافيو. دي حقيقه. مش شايفين ان جوارديولا اتطور في الحته دي؟ يعني جوارديولا زمان ما كانش بيدي للعيبه الاريحيه اللي هم يعملوا اللي هم عايزينه في الملعب. انا بشوف غير ميسي طبعا، ان ميسي هو كده يعني. هو ميسي بالنسبه لي ميسي هو اللي عمل جوارديولا. ماشي جوارديولا تكتيك وكل حاجه، بس فكره انك هما الاثنين مش هنتكلم عن برشلونه دلوقتي، بس هما الاثنين نجحوا بعض. ده نجح بفكر الفرقه، وده طبعا ساعد ان هو الفرقه تنجح. بس ميسي كده كان هيدوا بقى لبرشلونه الانجازات. ميسي كده كان هينجح
ده كده كده مع اي مدرب. فهي الفكره دي بتاع ميسي انك طبعاً. تبقى مدرب شاب وطالع وتحت ايدك واحد زي ميسي. عشان كده لغايه دلوقتي جوارديولا مع اي حد بيسال مثلا على البالون دور اللي لعب للسيتي دايما لازم يذكر اسم ميسي، اللي هو طب ميسي موجود، هو ما هو عارف ميسي فضله عليه ازاي. انا بتكلم ان هو جوارديولا بحسه اتطور شويه مش اتطور كده هو بيتطور يوم عن يوم، بس في تفكيره في حته يعني حتى ساعه محرز لو تفتكروا تلاقوا كان دايما لما محرز جه في الاول كان في خلافات بينه وبين جوارديولا، وان محرز بيطول الكره في رجله، وان محرز كان في حوارات كتير دايما لما محرز يطول الكره يعمل فنت. مع الوقت جوارديولا ابتدى اللي هو لما لقى ان محرز خلاص انت فاهم، فانا حاسس ان دي اتطورت في جوارديولا في اخر سنتين عموما. بس بقى في سؤال مهم، انتوا شايفين ايه الحاجه اللي فرقه تعملها عشان تاخد من السيتي الدوري؟ فرقه حاجه تعملها عشان تاخد السيتي ايه الدوري. مفيش مفيش حد يعرف يعمل حاجه غير ان السيتي هي اللي تاذي نفسها بنفسها. السيتي بقى ضغط مطوشه، يعني اظن السنه دي الله اعلم، بس اظن في فرق ممكن كبيره تتاثر بستايل الابطال الجديد ده، اللي هو مع مطوشه كتير ده، مع الدوري الانجليزي، مع بقى البوكس داي، مع ممكن مع فرقه. معظم الماتشات بتاع الدوري الابطال اصلا قويه، يعني انت بادئ بدايه قويه كلها. بالظبط. عندك اول ماتش السيتي مثلا انتر، يعني كبير ايطاليا حاليا، فطبعا هيكون في منافسه شديده وماتش بدني هيرجع على انجلترا، فانت ممكن بقى مع المدى الطويل يسقطوا نقط، فميزه الفرق تانية. فاهم الفكره؟ برضو الفرق التانية زي الليفر او ارسنال برضو بتشارك نفس الفكره، فانت ممكن فرقه بقى تقع بدني، فرقه يكون فيها اصابات تاثر عليها ما تعرفش تمشي ازاي، بس ان فرقه تاثر على السيتي توقع منها نقط ده صعب. كطريقه لعب ما اعتقدش ان في فرقه في انجلترا تقدر لسه اللي هي انا ده رايي مستحيل، مفيش لغايه دلوقتي. تمشي مع طريقه لعب السيتي. ماشي. وجهه نظري عموما في الاخر على السيتي عشان الخص الحوار ده، السيتي السنه دي انا شايف انه جوارديولا بيعرف يعملها، انه بيجدد دم كل سنه. يعني السنه دي في سافيو، في دوكو، في لعيبه يعني كوفازيتش خد بطولات بس خد بطولات من على الدكه. في كذا حد بقى غير ان هالاند ده كده حيوان فمش تفرق معاه، يبقى عايز ياخد بطولات كل سنه. فالفرقه داخله غير ان واحد زي جندوجان ده راجع، انا مش قصدي حاجه بس هو راجع يعني ايه، يعني هو وش عطشان اكتر. لا وشه نور، هو كده جندوجان وشه نور اصلا في الملعب لما رجع من مانشستر سيتي. على فكره كان منور معانا ونفس اللون نفس البشره قلت له كآبه في برشلونه. ولا والله ولا في الكلام ده. ماشي. انا بشوف انه بيعرف يعمل دي، وشايف ان السيتي السنه دي لو خدت الدوري كده هتاخد الدوري. انا اعتقد السيتي هتاخد الدوري، بس لو خدت الدوري هتاخده مستريح، مش عشان حاجه، ليه؟ عشان نقطه نظام الابطال انت قلتها. انا بقى مش شايفه مستريح. انا شايف انا برضه إن اختلف معاك في الحته دي. السنه دي انا شايف ان الليفر هترخم، مش ارسنال، اظن الليفر، لان ارني سلوت لما جه مسك الفرقه انا الصراحه كنت فاكر ان هو مدرب هيبقى صعب حد يعمل نجاح او شكل للفرقه بعد كلوب، او على الاقل هتاخده وقت في الفكره دي. بس سلوت من اول ماتش لا مدي شكل، مدي حاجه، مدي تحس اللي هو لا في مدرب كبير جه الفرقه. فاهم في الفكرة؟ طريقه لعب مختلفه مديها شكل بالظبط. ليفربول لا حلو في السنه دي. في شكل فعلا واضح للناس. حتى الماتش اللي خسروه كان اللي هو بتاع استثناء. نوتنجهام كان استثناء، بس شكل ليفربول حلو في الملعب. حتى لما بتيجي يعني انت اول 3 ماتشات انت كسبان ماتشات، كلين شيت، منظومه دفاع قويه، منظومه النص قويه، الهجوم بقى عندك حلول اكتر، اللي انت دلوقتي الفرقه معظمها كامله كهجوم، مفيش غيابات، كلهم موجودين مع التدعيمات بكييزا. دي انا شايفها اللي هي الصراحه هتبقى صفقه قويه جدا. انا صفقه قويه. شايف كييزا هينفجر مع ليفربول. كيزا اصلا كان هياخد وقته، مردود، فهو مع الليفر ده هينفجر. هياخد وقته، بس انا شايف اللي هو كييزا اما ياخد وقته هيبقى اساسي في ليفربول. اساسي على مين بقى؟ على يعني كاكا صلاح ناحيته، هو هيلعب اي الناحيه الثانيه، لويس دياز مثلا، او ممكن يلعب مهاجم لان كييزا بيعرف يلعب. هو ممكن يلعب مهاجم بس ما اعتقدش ان لو لويس دياز كاكا لويس دياز اظن مش هيطلع. لويس دياز عامل فورمه مع سلوت انا شايفها جامده قوي يا جدعان، جامده قوي الثلاث ماتشات اللي فاتوا دول. ماشي، ما انا قلت لك لو كييزا ما خدش الوينج الشمال هيبقى مهاجم. بص حته ليفربول دي، يعني انا راجل بشجع ليفربول، انا وجهه نظري ان بس هو ارن سلوت معلوش ضغط، هو كاكا جامد بس هو معلوش ضغط نفس الضغط اللي على كلوب في بدايه كل سنه. الراجل بيلعب بريحيه، الاداره مش طالبه منه اخرها بعد الموسم اللي فات انك تتاهل بالفرقه دي ابطال. بس الموضوع يعني هو هيبان الموضوع ده بروجكت هيكمل ولا لا، هو في يناير هيبان لما فان دايك يجدد عقده، هيبان لما ارنولد يجدد عقده، وهيبان لما صلاح يجدد عقده. لان انت برضو في الاول في الاخر لو شلت الثلاثه دول من الفرقه في 60 يعني فيها 30 40% هيقعوا من قوه وجهه نظر طبعا. فهو كمشروع كسنه هتبقى حلوه، بس على المدى البعيد بقى هل الاداره هتعرف تجدد في يناير يعني انه خلاص الناس دي كلها فاضلها سنه؟ وانا اعتقادي رقم واحد اسهل واحد هيجدد له فيهم هو صلاح، لان صلاح في الاول وفي الاخر هو مش صلاح مش عايز يروح السعوديه. فبالتالي انتوا شايفين بقى حته ليفربول دي. طب انا عايز اسالك سؤال، لو ما حصلش والثلاثه دول ما جددوش، انت شايف كوجهه نظرك انت عموما بطريقه ارن سلوت
هيعرف اللي هو الفرقه تكمل ولا الفرقه هتقع. بص انا اقول لك حاجه، انا صفقه كيزا اصلا مقلقاني من فكره تجديد صلاح. حلو. انت اللي هو ده ممكن يكون لا بديل اكيد صلاح. اكيد لا اكيد دماغك ما ادكش كده يعني. دماغي ودتني لكده عادي جدا، لانه صلاح ممكن. كيزا راجل كان هو ممكن. كان فري صح؟ لا بفلوس بس. كان بفلوس بفلوس، ماشي، بس بس هم ايه يعني جابوه بسعر يعتبر مش سعر كيزا اللي هو كان من 15 سنتين كيزا يتجاب، فاهم؟ 15 مليون. كام 15 13 واربع اضافات حاجه. لا طبعا حاجة ملوش كده اي يعني. علاقه بصلاح. وصلاح عامه يا جدعان لو صلاح ما كانش عايز يجدد ما كانش رمى التصريح اللي هو في اول من تاني ماتش في الجوله اللي هو انا عادي صلاح عايز يجدد بس. صلاح عايز يجدد وهيتجدد له، هو بس بيرمي الحته للاداره. الفكره اللي ممكن الاداره هي ما توافقش على مطالب صلاح. بص صلاح حاليا هو مش هقول لك نجم ليفربول بس، هو لا هو هو نجم الدوري الانجليزي ومن نجم من نجوم العالم. فليفربول يعني عارف انت لما كان برشلونه معاها ميسي، ريال معاها كريستيانو، الليفر معاها صلاح، نفس الفكره يعتبر نوعا ما. فلا هم طبعا لغايه اخر نفس هيجددوا له. هو عنده كام سنه صلاح؟ لا صلاح هيديهم سنتين عادي مستريح. ونفس ليفربول ماشيه بسيستم اللي هو ايه، لما لعيب بيكبر في السن لا يا تقلل عقدك يا اما تمشي. ما اظنش ده يحصل مع صلاح خالص. وفي 3 اعمده لا هي ما بيحصلش كده، ما بيقللش عقده يا بيمشوه يا اما مش عارف يعملوا معاه ايه، انا ما اعرفش نظامكم بس بيرخموا عليه وخلاص. لا ما بيرخموش، بيقللوا عدد السنين. يعني هو بيديله العقد، ما دي كانت مشكله صلاح في التجديد اللي فاتت انه عدد السنين. طب ما دي رخامه يعني. ماشي، ما هو مدريد مثلا، مدريد بتعمل كده. مدريد ما بتقللش عقد، بس مدريد تقول لك تجدد سنه بسنه، اشوف مستواك تجدد زي مودريتش مثلا. فلا بقى النقطه اللي هو كان بيزعل فيها، بس عشان نرجع لها من توش، حته ان هم لو مشوا. شايف اللي مع ارن سلوت الطريقه هتتاثر ولا لا؟ لان انا شايف الصراحه انت ممكن لا الطريقه متاثر. هي الرأي مش هتتاثر، بس انا ارنولد بالنسبه لي ما ينفعش يمشي، مفيش اوبشن ارنولد يمشي بالنسبه لي. ارنولد هو كابتن الفرقه الجاي، وهو اللعيب اللي هتبني عليه البروجكت، لان ارنولد في الاول وفي الاخر هو نجم اكاديميه النادي، طالع من انفيلد. هو اللعيب اللي هتلم حواليه العيال الشباب اللي طالعه، فهو ما ينفعش يمشي. مش فكره جمدان، بس هو كارنولد كالفتره الجايه انت كل اللعيبه الصغيره طالعه كوانسا، كل العيال الصغيره اللي انت عايز تبني عليها دي بالنسبه لهم ارنولد. وده بجد بالنسبه لهم ارنولد هو زي فكره طلوع راشفورد في يونايتد. اللعيب اللي فتح في لعيبه كتير طلعت، بس اللعيب اللي طلعت بروز من الاكاديميه اخر 10 سنين وفتح. يعني راشفورد ده بالنسبه للعيبه في يونايتد ان هو اللعيب اللي طلع في ديربي وقلب الدنيا وفتح العين على جمال. طب معلش، هيفرق معايا انا في ايه كمشجع او كنادي اللي انا اللعيب طالع من الاكاديميه وكل الكلام ده، بس في اوقات كتير قوي مستواه مش حلو؟ لا بالعكس والله. بص حته ارنولد دي يعني نبقى لها، ممكن نبقى نعمل حلقه احسن بكره في التاريخ نبقى نجيلها عشان ايه انت فاهم حته انتوا شايفين ايه اللي يخلي ارسنال ما تنافسش السنه دي على الدوري؟ مع ان انا شايف اللي هي كفرقه سكواد تقيل بالتدعيمات اللي هم عملوها موسم انتقالات كان حلو مش وحش، في لعيبه كمان بدات تفوق فانا شايف كفرقه هي التوتال حلو. ماشي انا هقول لك حاجه. بص ارسنال عشان نلخص، يعني انا وجهه نظري فريق جميل، فريق حلو. ارسنال عمره ما كان وانا اسف على الكلام ده، السيتي مش فريق كبير في انجلترا كبطولات، بس ارسنال عمره ما كانت حقبه كان فيها فريق سيطر عليها في انجلترا. غير ممكن بقى تلاقي حد يجيب لك مدرب ارسنال في 65 و58 والكلام ده، بس الارسنال هي عملت الانجاز الوحيد في تاريخ انجلترا ما فيش فرقه عملته ولا هتعمله اظن. ماشي حلو عادي يا عم خلوه لها. ما حتى ساعد فينجر انا بالنسبه لي ارسنال فينجر احسن من ارتيتا بمراحل. لا هو كده فينجر من احسن مدربين التاريخ يا جدعان، مع سيبك من ارتيتا اصلا. فينجر اتظلم عشان فكره الاداره ساعتها، يعني الاداره اللي بتعمله دلوقتي مع بس بص نقول لك حاجه، انت عندك مشكله شخصيه مع ارسنال يعني. لا ما لا بتبان. انا بحب فينجر، جدا. كده انت بتبان. لا انا بحب، بس انا بتكلم في نقطه ان هم في الاول وفي الاخر انا ما عنديش مانع انك انت يعني لو يونايتد مكانهم وفاتحين صدرهم كده ما عنديش اي مانع خلاص. فعلى الاقل لا في حاجه، حتى لو يونايتد دلوقتي وحشه بس في حاجه تشفع للناس دي. بس انت في الاول وفي الاخر انت فريق اخدت دوري في اخر دوري واخده في 2004. ما بقولش ان انا واخد دوري قريب، بس توتال الدوريات مش كبير، مش فريق اصلا عنده الديبيت في الابطال، او اللي هو الفريق حتى زمان كان عنده. يعني مدريد لما قعدت في 30 سنه ما تاخدش ابطال، في الاول وفي الاخر كانت واخده ابطال، ففي ارث وان احنا الابطال دي حاجه مهمه ولازم نرجع. كانت سرقه بس بالبال. يا عم ماليش دعوه، انا بتكلم يا عم في قصه يحكوها للعيبه لما يجي يحمس اللعيبه يقول له احنا خدنا في الستينات دوري ابطال. انا بتكلم. وانت كنت فين ساعتها؟ انت ما خدتش حاجه. كنت ما لا لو هنحكي القصه انا كنت اقول لك انا كنت ليه ما بدخلش اصلا. ماشي ارسنال بقى بحس دايما ان هو فريق جميل حلو. مش هقول لك فريق ميمز والله ما قصدي حاجه، هو فريق جامد وكل حاجه زي الفل، بس هو مش الفريق اللي يعني ممكن اللي رأسه السنه دي مهاجم عادي زي ما كل الناس بتقول. انا شايف كاليفيوري
انا شايف ان كالافيوري صفقه حلوه، بس كان ممكن يجاب لعيب اهم، مش في مركز باك ليفت او مركز سيرد باك، لانه مش هيلعب على جابرييل وهو احسن من جابرييل. بس هو كانوا محتاجين مهاجم، لكن كان هم ياخدوا دوري، ممكن ياخدوا دوري. بس انا اعتقادي سنه او سنتين وافتكروا الكلام ده، لو ربنا كرمنا وكملنا يعني افتكروا الكلام ده. انا اعتقادي ان في يوم من الايام ساكا ده هيلبس تيشيرت سيتي، سنه او سنتين وساكا ده هيمضي في سيتي. بقى ستيرلينج يعني تحسه شبهه كده. لا مش كده بس ما اعتقدش اللي هو من نوعيه اللعيبه اللي هو انا هشيل ارسنال مدى الحياه. على حسب البروجكت هيمشي ازاي، ارتيتا مكمل ولا لا ما تعرفش. او البروجكت ده لو ما جابش، احنا ما نقدرش نحكم باي حاجه على ارسنال. أنا بقول لك احساس بس كل انت ارتيتا ده ماسك امتى؟ 22 21 ارتيتا ماسك في الكورونا صح؟ 2020 لما ساعه اوباميانج عامل، لما ارسنال كانت في الكوره بتلعب كوره غريبه. جابوا الجون بتاع نهائي الكاس ده. السنه دي ارسنال في 2025 لو ما خدتش بطوله، المشروع فاشل، البروجكت فاشل 5 سنين. المشروع هيقع. فعموما انت بقى شايف عموما ايه الحاجه اللي ناقصه ارسنال؟ ارسنال انا شايف مش ناقصها حاجه، وبنت السنين اللي فاتوا ان لا هي الفرقه ممكن تكمل، هي بتوقع نقط اقل من بقيه الفرق عادي، بس في فرقه تانية مش بتوقع خالص او بتوقع برينج اقل اللي هي برضه تاخد الدوري. فارسنال ناقصها ايه؟ انا ما اقدرش اقول لك، لان انا مش ما عنديش يعني، انا شايف ان هي قشطه، العالم كله عارف ان ارسنال الاداره عارفه وارتيتا بس ممشيها حالها، ممشيها حالها عادي. مش تعرف تاخد الدوري من غير مهاجم. انا نفسي ما عرفتش اخد الدوري غير لما كان معايا صلاح، كان هو المهاجم، كان هو اللي فيرمينو بيفضي له. انا لما بلعب دلوقتي بواحد حمار زي نونيز مش عارف يفضي، او حتى يوتا ابتدى يعملها، بس السنه اللي فاتت كان كلوب بيجبرنا على نونيز. كنت في ماتشات انا بقول لك اهو، انا كنت ممكن السنه اللي فاتت اخد الدوري وده عادي. احنا فرقنا وفرقوا عننا، بس انا كنت ممكن افضل لاخر نفس، بس لولا ماتشات ان الكوره بتضيع بطريقه غريبه. بس هم محتاجين مهاجم عشان ان حصلت معاهم السنه اللي فاتت، حصلت اللي قبلها وهتحصل السنه دي، هيجي ماتشات مقفله. اظن في الشتاء ممكن يجيبوا مهاجم. ماشي. بص حته ارتيتا اللي احنا اتكلمنا عليها، بس ارجع لها. انت دلوقتي ارتيتا داخل في 3 4 5 سنين حلو. الناحيه الثانيه بوستوجلو بتاع ارسنال بتاع توتنهام. مين؟ بوستوجلو بتاع توتنهام. الراجل ده بقاله سنه جه عامل طريقه لعب مختلفه. ارن سلوت جه اول 3 ماتشات طريقه لعبه بانت. ارتيتا حتى لما جه طريقه لعبه ابتدت تبان، بتاع تشيلسي اللي محدش عارف ايه اسمه اللي كان ماسك ليستر. تشيلسي ابتدت تقول. ايريك تنهاج بقى الا واحد بس. ايريك تنهاج بقى حته بقى. ايريك تنهاج عشان مش فاهم ايريك تنهاج ده ايه بيعمل ايه في مانشستر. انتوا شايفين ان مانشستر يونايتد ايه؟ الناس عارفه ان يونايتد وقع، الناس عارفه في مشاكل في الاداره، عارفه ان ايريك تنهاج حمار. الاداره اظن اتحلت. كل ده الناس عارفه المشاكل. انت بقى ايه شايف الحاجه اللي هو بازل هتحطها على بعض اللي ممكن تدور الفرقه؟ انا حاسس تنهاج عايز يقلبها هولندا، عايز يقلبها اياكس، ومش عارف يعمل كده، فمش هينجح نفسه. هو لا عايز يقلبها بستايل معين ومش جاي معاه وبيحاول يعمله، فلا انا هفكس لكل الباقيين. انا في خطه في دماغي هعملها، لو فشلت انا هفشل معايا كل الفرقه كل جماهيرها كل الكلام ده كله. الاداره كانت مساعده على الكلام ده، الاداره اتغيرت. ناقص عشان يونايتد تقوم تاني ان هي تغير المدرب ده. المدرب ده والله ما اظنش ليه نجاح مع الفرقه نهائي خالص، ده رايي، لان لا لعب ولا طريقه ولا اي حاجه، وكل ماتش يخسروا سواء سكور او سواء يخسر بطوله ده تطلع تقول لك احنا واثقين فيه، بنجدد الثقه واثقين فيه. طب ايه ما طبيعي الاداره تعمل كده. طبعا لا، بس ده على ايه؟ ممكن الاداره تكون من ثالث مفيش. مره رابع غلطه يعني يجددوا الثقه بعد 12 غلطه. كان هيمشي السنه اللي فاتت، الراجل ده كان ماشي وخد بطوله في الاخر صح، خد حاجه فجددوا. ده يا عندي مانشستر يونايتد برضه مش فرقه صغيره، عبيطه شويه، الاداره عبيطه شويه. مش فرقه صغيره ان هي ايه خدنا الكاس احنا هنجدد الثقه فيه، فاهم؟ لا ما هي بس بص نقول انت يونايتد بتلعب بقالها من ساعه لما تنهج ماشي مع خدهم السيتي ماشي، بس ده ظروف ماتش ديربي. ما تقوليش اللي ده مستوى يونايتد مثلا. ما قلتش المسؤوليه، بس هي اللقطه كلها انك عملت لقطه على السيتي وكوبي ماينو بقى حط جول. ايوه بس ده بقول لك ظروف ماتش والسير أليكس زي 98. زي اي ديربي في العالم او زي اي كلاسيكو في العالم، لو في فرقه واقعه وهتلاعب الفرقه الثانيه اللي تستغل غلطات في الماتش اللي في مستواها، الماتش ما يبقاش ليه حسبان. انت كده نازل ماتش ديربي حسبان مختلف، ستايل بقى وضرب او في لعيبه او فاللي انا بكلمك فيه يونايتد من ساعه لما تنهج جت هي فريق بلا هويه بلا شخصيه، مفيش روح في الفريق. بس هو من 2000 ومن يوم ما السير أليكس مشي هو كده. لا وهو كان كده، بس جت فتره بتاعت جوزيه مورينيو لا كان في شخصيه، كان ان هم ياخدوا قولوا كان في لعيبه، كان في حتى لو مش لعيبه جامده قوي، بس مورينيو كان ظابط الدنيا يا عم. خد معاهم اليوروبا ليج، خد معاهم تاني مركز تاني، ايوه ما انا بقول لك ياخدوا يطلعوا سادس والسابع، طلع معاهم تاني، فلا عمل سيزون حلو قوي معاهم. بص حته انجلترا او حته سوريا يعني يونايتد هي انا عارف ان كل دي مشاكل. انا عندي وجهه نظر
وان الفرقه دي هتقوم لما رود فان نيستلروي يمسك مكان تنهاج، ولما يبتدي الشباب تطلع، لان الشباب ما طلعتش ولسه، لما يعني ما يحصل زي 98 لما خدوا الابطال. زي السير كده لما بيكم وجيجز وسكولز طلع شباب كده ما فجاه. هي دي اللقطه خد اللي بالك انت الشباب عندك دلوقتي انت بدات تطلع في شباب في اليونايتد حلوين. لسه هي لسه مساله. الشباب بقى دي هتتحرق قوي مع تنهاج. ايوه ما انا بقول مش عشان ملهاش- كده ملهاش بقول لك تطور. المشكله الاساسيه مش كسكواد فريق، المشكله الاساسيه في تنهاج. اكيد مش سكواد فريق، أكيد مش سكواد فريق. سكواد فريق يونايتد سكواد فريق بتاعه جامد قوي. انا شايف يعني كل مركز فيه لعيب حلو انا شايف برضه حلو زيك. حلو، محتاجين شويه بس مع الوقت. حاجات خفيفه بقى اللي لو هو مدرب مركز لو مدرب مثلا. كويس يعني تخيل مثلا سلوت مثلا مع يونايتد مسك يونايتد، الحمد لله. تخيل الحمد لله. لا كان في اداء هيطلع جامد قوي. والاثنين هولنديين، الاثنين هولنديين والاثنين جايين من نفس بس الدوري. فكر غريب قوي تنهاج اللي هو انا عايز اقلب فعلا فرقه يا هولنديين بس يا لعيبه كانت بتلعب معايا في اياكس. هو خايف ياخد الريسك من الاخر، الراجل واضح قوي، هو خايف ياخد الريسك باي صفقه، وخايف ياخد الريسك، خايف ان انا بس مشكلتي محتاج حاجه واحده، مش دعوه بطريقه اللعب. يونايتد بقى لها من 2012 ما فيش طريقه لعب اصلا، وبس في يعني مورينيو كانت على الله حكايتهم وبياخدوا بطولات بس. لا هو مورينيو برضه ما كانش طريقه لعب الصراحه، ده كان مورينيو بقى فهو بتاعته هو يلا انا هكسبكم حاجه فاهم. ما هو ما بياخدش ريسك في اي حاجه، ما بيفكرش، ودايما بيلبس اللعيبه. انا مشكلتي انا ما بحبش المدربين كده، دايما بيلبس اللي هو يروح ملبس اللعيبه في تصريحات، يلبس اللعيبه في اقرب حاجه كانت سانشو، قبليها كانت حوار كريستيانو، والله اعلم مين اللي جاي تاني. بالظبط. فعشان بس ايه، نسينا حد بقى في انجلترا قبل ما الفرقه الشبيهه ليها بس لابس ازرق هي تشيلسي. انا ما اعرفش انتوا مركزين بقى، بس ده العادي. انا بالنسبه لي انا راجل بتفرج بريمير ليج من زمان، ده العادي. هي تشيلسي كل حقبه ما بتيجي تصرف لعيبه كتير ينقوا منها في الاخر 12 يكملوا بيها، ياخدوا بيها دوري ابطال اوروبا ياخدوا بيها شامبيونز ليج. هازارد، او كان في لفه ساعه هازارد دي يعني في 2015 ساعه مورينيو ده كان في بلاوي، كان في لعيبه ماتت اصلا. فهو بيبقى في لفه كده وبيتمنعوا يقول لك انتوا مش هتقعدوا صيفين مش هتصرفوا وفاهم كانوا جمعوا 20 شاب منهم ويبتدوا فانتوا شايفين تشيلسي ايه الدنيا؟ والله لو تسالني السيزون ده او اللي فات او اللي قبله، انا والله فعلا مش باي معلومه، لان انا فعلا بتفرج عليها بجد بزعل بقى، مش بزعل عشان بحبها، بتخنق عشان وقتي بيضيع، مش هكدب عليك، لان انا بجد بحس ان في حاجه مش مائزه، في حاجه غلط. يعني 4 ماتشات وحشين قوي بين مثلا يلعبوا السيتي ممكن يكسبوا. طب انتوا ايه اللعب ده؟ انتوا جبتوا منين الطريقه دي فاهم؟ ما تفهمش بقى فاهم، يضيعوا مثلا 20 نقطه يجوا ماتش يكسبوا 3-0. طب انتوا في طريقه لعب، في ستايل، في مدرب، انتوا مين؟ او ما فيش حاجه مفهومه بيهم خالص، مفيش اي حاجه، بقالهم مثلا بتاع 4 سنين على الحال ده. فبس انا مش فاهم حاجه لحد اخر شامبيونز ليج اللي خدوه اللي هو بتاع 21. على فكره ده كان في نفس الحقبه بتاعت العبث، يعني كانت حقبه، يعني مش قصدي هو توخيل لغايه توخيل كان توخيل لممها بعد ما لغاية توخيل توخيل. مشي. جه 6 شهور فاهم. هو توخيل ظبط الدنيا، توخيل بعديها مشي لما طلع من ريال، كان عامل ماتش عليهم جامد قوي، يعني كان السيزون برضه تشيلسي يحسب برضه كويس في كاوروبا يعني باظت توخيل بقى مشي خالص. الدنيا خربت، لان هو اصلا الدنيا كانت خربانه من قبليها، بس توخيل كان عارف يلم، هو بقى لما مشي ساب كل حاجه فالدنيا باظت. انا بشوف ساعتها من غير اللقطه حصلت كلها في تشيلسي الاداره، يعني لو اسمه ده ابراموفيتش هو اللي موجود، لا طبعا الكلام ده كله هيحصل. لو ابراموفيتش هو اللي موجود، توخيل ما كانش هيمشي لان في الاول وفي الاخر توخيل، يعني توخيل اصل الراجل ده بقاله كتير، فعارف امتى يمشي مدرب وامتى. هو كان بيعمل الحاجات دي زمان، بس خلاص الراجل ده يعني بنى ارث، فهو انا بحسها لقطه ابراموفيتش. انا بالنسبه لي تشيلسي تلخص في حاجه واحده بس اللي انا صعبان عليا بالمر ده والله لعيب، بص هو بالمر ده هيعمل لعيب. ليجاسي لنفسش، بالمر وممكن يمشي قريب وممكن تشيلسي لعيب تفوق ما تعرفش. يعني بالمستوى ده لو تشيلسي فضلت قاعده لازم يمشي. ممكن يبقى هازارد جديد ويشيلهم. ممكن تكون في تغيير في تشيلسي، ممكن بس يمشي اصلا يا الستايل زي ما هو سيء فهيمشي من الفرقه، ما تعرفش. بس انا بقول لك لو السيزون ده هيبين كل حاجه لو بالنسبه لي. فضل مستوى تشيلسي بنفس المنظر ده، انا شايف رأيي السيزون ده هو اللي هيبين ان لو لازم تشيلسي يمشي. فضل بالمستوى السيء ده، بالمر انا شايف انه هيفضل جامد وهيفضل شايلهم لغايه حد. ايوه بس لازم يمشي في الاخر ما بقى يعني يقعش. بعد السيزون ده لو فضل ان تشيلسي وحشه وبالمر هو اللي جامد، بالمر هيخلع. طب سؤال، بالمر ولا بلينجهام كايه كلعيب؟ هما الاثنين بيلعبوا 10. بالمر ولا بلينجهام؟ مش 10 مع مدريد مش 10. لان قرب ل 8 صح؟ يا جدعان ما هو السنه كان بيلعب اس تي وكان بينزل ل 10، السنه دي يعتبر 10. هو مين لي 8 وبيطلع 10 اوقات، بس مين لي 8. ماشي. بالمر بيلعب، كان في سنه فاتت كان بيلعب 10 وبيلعب وينج وساعات كان بيسقط يستلم. والله كده في الحديث هتسالني هقول لك بالمر. ماشي، وانت شايف ايه؟ لا بلينجهام طبعا. بلينجهام. اما يعني انت شايف ان هو كيورو بلينجهام كان احسن؟ لا يورو لا، بكلمك كمجمل لعيب. والسنه دي بدايه الموسم السنه دي بلينجهام مع مدريد بلينجهام مصاب بس رجع اللعب وبعد كده لسه راجع اهو. بلينجهام ما عملش حاجه وبالمر ما عملش ايوه 4 حاجه. ماتشات مصاب منهم 3 لسه الاثنين ما متقارنش لا، لسه بيهم دلوقتي بدري خالص. قوي يعني. بس كان على الموسم اللي فات لا انا الصراحه شايف بلينجهام. بالمر كان جامد فشخ بس انا شايف انا شايف مش عارف ليه، بس انا حاسس وانا مرتاح وانا بقولها
بلينجهام مش مطالب منه اللي هو كلاعب بيجي، بس معلش ثانيه، بلينجهام كان مش مطالب منه اللي هو لعيب نص يجي يبقى في اول كام جوله هو هداف الفريق، ما فالناس انت بس شايف الاجوان جايه ازاي فاهم؟ انا مش بقى طبعا انا شايف بلينجهام جامد فشخ، كان في معلش بس انا بالنسبه لي مثلا طب بالمر. معلش ماتش الكلاسيكو اللي كسبك فيه 2-1، ما هو بص، ما هو ده، ما انا بقول لك بلينجهام، ما انا بقول لك بلينجهام، يا ابني اسمع، وانا بقول لك بلينجهام جامد فشخ كده كده، بس انا اكيد ليه جوان جامده طبعا، هو عشان هو لعيب جامد، بس انا بتكلم ان كبالمر وكهو، انا بالنسبه لي بالمر احلى، لان بالمر برضو بص هو مع مين شايل ازاي في متوشه هو بيخلصها لوحده. ما هو اللي انا بقول لك بقى على كده، ده اللي يعوض بلينجهام، اللي انت ده لعيب مش مطالب منه اللي هو كل ماتش ينزل يجيب لك جون جونين، ده مش مطالب منه. هو بقى عمل كده في بدايه الموسم، فالناس حطت توقعات عاليه عليه اللي هو يكمل كام موسم. لا بالمر. انت شايف بالمر، انت شايف بلينجهام. طب حته بقى، طب انت رايك ايه؟ اقول لك انا رايي ايه. حته اللي هو انت قلت، انت اللي قلت ده مع مين وده مع مين. انا قلت كده. حته بالمر اللي هو في تشيلسي معهوش حد ومش عارف ايه. حته بقى بلينجهام، انا كنت قلت لك على السنه دي، فانت قلت لي ان هو لسه الاصابات وكده. حته بقى معاه مين، فتعالى نتكلم على مدريد السنه دي عموما. نتكلم بقى على اسبانيا يا عم. فكره بقى مدريد، انا هقول بس كلمه واسيبك انت تدي بريف على الليجا عموما. انا في حاجه لحد دلوقتي مش مقتنع بيها، انا لحد النهارده شايف ان حاسس احساسي كل ما اتفرج ماتش مدريد ان مبابي ده فوتوشوب. بس مش هو مبابي الحقيقي. لا مش هو، لا مش دعوه بادائه، مصري، لا مش دعوه بادائه، كل ده مش فارق، مش بتكلمش على ادائه دلوقتي، بتكلم انا مش متخيل. تخيل ان هو بقى يوصل ان هو لعب في مدريد خلاص. اصلا انا مش متخيل، وهو فينيسيوس انا حاسس ان ايه، ان في حاجه غلط. الصوره اللي بيبقوا واقفين هم الاربعه جنب بعض كده، بلينجهام فينيسيوس أيوة. رودريجو، اللي هو دي ازاي متركب بقى والله بحس ان مبابي متركب في الصوره. دلوقتي انا عموما خلاص، فكره مبابي اللي اتكلمت عنها، عايزك دي ايه، ابدا انت الليجا اتكلم، ادينا بريف عموما على الليجا. تمام. بص يعني ابدا مثلا مدريد اللي هو كان حامل لقب السنه اللي فاتت. مدريد الناس فاكره ان هو داخل السيزون ده مع ان هو مبابي يجي معاهم مع الفرقه كامله معاهم مع كورتوا ورجوعه، ان لا المكسب بالنسبه لهم حاجه سهله قوي. لا ده مش صح، لان الفرق طبعا كلها نازله بقى الملعب اللي هي تتلعب مدريد، احنا طبعا هنقفل عشان ما نخسرش سكور. فلغايه دلوقتي في الاربع ماتشات اللي فاتوا دول انشيلوتي ما لقاش طريقه ان هو ينزل ببلان اللي هو الفرقه قدامي مقفله، عشان طبعا معايا فرقه تقيله، فان هو بقى يخترق الدنيا دي اللي هو نازل عارف هجيب ازاي جونين وثلاثه اكسب الماتش ثلاث نقط معايا. لغايه دلوقتي ما لقاش حل الطريقه دي، بيكسبوا بطريقه ارتجاليه اللي هو ضربه جزاء. ضربات الجزاء كتير قوي عندهم، كتير قوي، وده حوار غريب قوي، بس ماشي. ده رايي في مدريد الاربع راي برشلوني عادي جدا، وده راي اي حد والله العظيم يعني ما. طب انت رايك في اللي قاله ده عموما عن مدريد سريعا؟ لا مدريد كده كده الفرقه فرقه متكامله، اي نعم في اصابات ماشي، بس هي الفكره اللي انت هتستنى على الفرقه دي شويه، مش هتحكم عليها دلوقتي، لان انت عندك 3 قدام بيلعبوا في طريقه لعب كلهم بيروحوا على الشمال. طب انت مش شايف ان مدريد ناقصها 6؟ مكان كروس لا ناقصها 6، ناقصها حد ما كانش شاوميني، ناقصها 6 ماشي. حد يرجع يدافع، مفيش حد بيرجع يدافع من اللي قدام. هي دي مع دي انت معاك حق فيها ماشي، بس انت عندك اصابات، عندك كامافينجا وتشاوميني دول بيعوضوا الحته دي. كامافينجا اتصاب وراح تشاوميني بعديها اتصاب، فاهم؟ فالحته دي هي موجوده بس مش زي قبل كده، فاهم قصدي؟ بحس ان فكره وجود لعيبه مهاجمين كتير قوي دي بتعمل دوشه. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، ده اللي بقول لك هما انت الثلاثه قدام تلاقيهم كلهم راحوا ناحيه الشمال. طب ما انت فين الاسترايكر وفين بالظبط، هو لما بيتسوح بيبقى منزل بقى دياز على اليمين واندريك يلعبوا شويه يعني على اليمين، هي حلوله ما بقتش من الاساسيين. طبيعي ماشي، ما لا ده مش طبيعي، ده مش طبيعي خالص ان انت جايب معاك 3 اساسيين من احسن 3 في العالم. انت جايب واحد يلعب وينج ليفت وانت عندك وينج ليفت. قصدي اقول لك ان انت معاك 3، يعني انت مش يعني انت جايب مبابي مش عارف تلاقي توليفه ان مش تلاقي توليفه يا جدعان، مش هيلعب مهاجم. جبته ليه؟ ما هي دي الفكره، ايه هو مبابي مش هيبقى مبابي مش هيبقى مبابي بتاع باريس ولا مبابي بتاع فرنسا غير لما يلعب وينج ليفت خلاص ويبقى مستريح. ما هي بقى دي الفكره، ان هو السنه اللي فاتت كان بيلعب فينيسيوس مهاجم اصلا، كان بقى فولس 9 وبيخش ورودريجو بيجي. احسن حل ان هو يلاقي بقى لمبابي مكان في المهاجمين اللي هو يعرف يحطه في المهاجم ويمرنه اكتر على المهاجم بقى في اسبانيا، لان فينيسيوس مش عارف يلعب مهاجم كويس زي مبابي. انا شايف السنه اللي فاتت فينيسيوس يخش في النص لما كان فاكر السنه اللي فاتت، سيبك من ان هو رودريجو كان بيروح على الشمال، بس كان في حته ساعات فينيسيوس بيخش في النص ورودريجو بيجي على الشمال، بيقعدوا يبدلوا مع بعض. ماشي، هو معظم السنه اللي فاتت كان بيبدا باثنين، يعني هو بيلعبها كان 4-4-2 رودريجو وفينيسيوس، بلينجهام ساعات بيسقط معاهم ويفتحوا وينجين. فانا شايف ان عموما ان هو بس دي مش هتعرف تعملها، هتبقى صعبه. عشان مبابي، بص يا مبابي هو هيفضل، انا بالنسبه لي سكه ودوري، مبابي في حته وفينيسيوس في حته،
مش دعوه بقى بالون دور، مش دعوه بالقاب. امبابي هنا، فينيسيوس هنا. يعني سكه ودغري. فامبابي لو استريح في الملعب، هو امبابي هو الصفقه الكبيره اللي جت تعوض كريستيانو من 2018، وهو هياخد 7 ومش دلوقتي بس هياخد 7. امبابي في حته تانية عن فينيسيوس. مش هياخد 7 غير لما فينيسيوس يمشي. لا عادي ممكن ياخدها وفينيسيوس موجود. لا ده فينيسيوس ساعتها فينيسيوس يكون مشي، فينيسيوس مش هيرضى. عادي انا بص لو بيريز عايز هتحصل. بريز هيعوز وهيمشي، بريز هيمشي خلاص. خلاص انتوا ماشي. شايفين ان مدريد يعني هي انطلاقتها لغايه دلوقتي في الليجا مش احسن حاجه، ماشي. شايفين بقى الناحيه التانيه ازاي؟ برشلونه. والله بص، بعكس انا كواحد مدريد بقى بشجع، انا بالعكس، انا كواحد بشجع برشلونه. ايوه انا كده رايي موجود فاسمع رايكم انتوا الاول. خلاص ابدا انت. انا شايف البرشلونه بدأ بانطلاقه مش طبيعيه، انطلاقه قويه. انا ما تجعلصهاش يعني. انا شايف ان انا بقول اللي انا شايفه، انا مش بعمل يا مش عم كده عادي كمل. مش ليك يعني، ماشي. هانز فليك فعلا مؤثر مع الفريق في طريقه لعب، في ملامح لبرشلونه القديمه شويه، مش هي بس في ملامح. تمام. اللعيبه تحس ان هي فايقه عايزه تعمل حاجه. عندك طبعا لامين يامال يعني مش محتاج كلام، فاهم. الناحيه التانية تلاقي اللي رافينيا بدأ يخش في الجو بتاع الفريق ويعمل ويجيب اجوان ومش عارف ايه. اصابات ما رجعتش اصلا. بالظبط. انت غير كده، انت كده الملعب كله مصاب. عندك نص ملعب مصاب، واللعيبه اللي بتخش يعني في عيال صغيره تلاقيها جامده فشخ، انت مش عارف مين اللي قال دي، فاهم. غير طبعا بقى اللي انا شايفه هو الصراحه انا كنت متوقع حاجه ولقيته حاجه تانية خالص. ليفاندوسكي متوقع اللي هو دي حبيبه هتبقى فليك دي هتبقى كنت خلاص ان هو قضى دي 3 سنه ليه مع برشلونه. انا كنت سنة. شايف ان دي هتبقى النهايه خلاص. بس خد بالك فيندوسكي مش كبير يعني. انا كنت بتكلم عن مستوى. بس كان متحجم اخر سيزونين بستايل برشلونه. لا هي بدني، هو ما هو الا بدني. انت ليفاندوسكي انا قلت لك قبل كده، ليفاندوسكي تديله بدني هيديك كوره. ده لغايه دلوقتي ما فيش اختبار حقيقي انا ما قلتش حاجه خالص يعني. وانا كنت لسه أيوة. هقول لك كده ان انا عامه هحكم كل ده على- حلو قوي على برشلونه، كسب ماتشات مهمه بس مش الطبيعي اللي كانت برشلونه بتخسرها، ده الطبيعي اللي هي كانت بتكسبها. طبيعي زمان. بس انت لعبت ما أنا بتلعب بقول لك بقى، بالباو. انت لسه هتيجي لاختبار مهم في دوري الابطال عموما. ما اعرفش انتوا هتلعبوا اول ماتش مين؟ موناكو يوم الخميس. يوم الخميس. موناكو في فرنسا بتاعي. يعني او لسه برضو يعني مش انا بالنسبه لي اول ماتش مهم بايرن ميونخ، ده اللي هيحدد حاجه كتير. ايوه ماشي، بس اتلتيك بالباو ده ماتش مش سهل. هم اصلا ما يعرفوش يكسبوا فالنسيا في ملعبها، ده مش سهل، ده مش حاجه سهله. احنا كذا معاك ماتش صعب اللي في هو- اول يعني، دي بتهيألي عارف، دي بتهيألي من بس اصعب مش اختبارات حقيقيه. من اصعب بدايات برشلونه مثلا من اخر يا 10 سنين. جماعه اختبار حقيقي بالنسبه لي، او بالمعنى اللي هو طبعا. فرقه كبيره انا داخل العبها، فرقه الناس عامله الماتش ده حساب. انا ده بالنسبه لسه لي مش في موجود. ماتشين هيحددوا سيزون برشلونه اصلا. بالنسبه لي انا ماتش بايرن والكلاسيكو هو اقرب طبعا. ماتش، والكلاسيكو اللي هو في شهر 10. بايرن كسبنا 9-2 امبارح يا جماعه. الحمد لله مش 8-2 كان جون زياده. فانا هاري بالنسبه كين لي سوبر انا هاتريك بالنسبه لي وبتاع. دول الماتشين اللي هيحددوا اصلا يعني. عارف انت ماتش بايرن اللي جاي ده لو فليك كسبه، فليك انا شايف ان هو ممكن والله بجد لو كمل بالطريقه دي ياخد حاجات كتير قوي. شايف بايرن هتكسب، مش تكسب سكور بس بايرن ماليش دعوه بكومباني. البايرن الواد جمال موسيالا واوليسي دول عاملين يعني العيال حلوه، العيال حلوه اتفرج عليهم حلوه. ممكن اللعيب الوحيد اللي لغايه دلوقتي شايفه في برشلونه هو مفيش تير غيره. شتيجن. كلمنا انت عن تير شتيجن، استنى شويه خدها بواحد برشلوني بقى. عظيم لو قعدت اتكلم عليه يا جدعان انا ممكن نتكلم في 4 حلقات مثلا، 5 حلقات، 20 حلقه، لان انا بجد الراجل ده انا عانيت منه كتير، والراجل ده مسبب لي ذكريات وحشه قوي زي ديمبلي بالنسبه لي. الاثنين بالنسبه لهم كابوس قوي بالنسبه لي يعني. نتكلم عن ايطاليا. حلو. انا بس عندي بريف صغير يعني قبل ما نخش في الكلام. هو موسم السنه دي في ايطاليا غريب شويه، من ناحيه ان يوفي عامل صفقات، نابولي جايب مدرب بيجيب بطولات، ودي حاجه يعني بالنسبه لي ستيب كبيره لنابولي. بس ايه، خلي عزام بقى هو اللي يدينا بريف عن ايطاليا. ماشي. ايطاليا هنتكلم كده عن توب 3 في ايطاليا يعني معروفين هم مين، وممكن نتكلم على نابولي او اي حاجه كمان يعني. بالنسبه ليوفي هبدا بيوفي ليه؟ عشان يوفي عامله موسم انتقالات مش طبيعي، احسن موسم انتقالات في ايطاليا من حيث الصفقات. هم فعلا دعموا كل مركز، واكتر مركز اتدعم هو خط النص، لان هو فعلا كان مشكله يوفي في السنين اللي فاتت. خط النص السنه دي اتدعم بطريقه مش طبيعيه، لعيبه فعلا يوفي محتاجين. عندك كوبي ماينرز كده لعيب خبره في الدوري الايطالي، جايبينه من اتلانتا اللي هو نجم الفريق بمبلغ كبير في الدوري الايطالي يعتبر، لان زي ما انت عارفين الدوري الايطالي اصلا معظم الانتقالات فيه يا بتبقى فري يا كلها مبالغ قليله قوي يعني، يا اما اعاره بالزاميه شراء حاجات كده يعني. بس برضه في لعيبه زي يلدز، يعني يلدز ده جاي طالع من الناشئين. ايوه ماشي، انا لسه بكلمك على الانتقالات، بعد كده هخش لك بقى في الفريق ككل. دوجلاس لويس برضو في نص الملعب
من استون فيلا. الناس كلها يعني الناس كلها عارفاه بادائه مع استون فيلا في السنين اللي فاتت، او حتى مع منتخب البرازيل مؤخرا، اداء مش طبيعي. فهو ده فعلا المركز اللي كانت يوفي محتاجاه، لعيب 6 اللي هو انا بقطع الكوره بطلع وبعرف اطلع الكوره من ورا وكل الكلام ده، مع نيكولاس جونزاليز من فيورنتينا اللي هو الارجنتيني ده. الواد ده انا عارفه من زمان، هو الواد ده جامد فشخ، في فيورنتينا كان جامد. فلما يروح فرقه زي اليوفي مع الثلاثه دول، يعني هم الثلاثه مع لوكاتيلي في كذا حد كمان في نص مع الملعب، تياجو موتا بقى اللي هو اهم صفقه اصلا في كده كل كده الصفقات لسه دي. جاي لك بقى. اهم صفقه بالنسبه لي في اليوفي طبعا هو تياجو موتا المدرب. انت جايب مدرب عامل شغل جامد قوي مع بولونيا السنه اللي فاتت، مع الاهلي تشامبيونز ليج من سنين حوالي 60 سنه ولا حاجه كده، ماشي. 60 سنه. اه بولونيا اصلا. بولونيا على فكره فريق عريق في ايطاليا يعني. ايوه عريق، بس فاهم حاجه زي كريم مود كده، ما فاهم. قلتش ان هم خدوا الابطال، بس بقول ان هم يعني كانوا تاهلوا. لا، او فرقه كانت بترخم، يعني فرقه هي اللي كانت مرخمه على انتر في الدور الاولاني، هي اللي بترخم على ميلان، على يوفي. فرقه ما كانتش سهله، فاهم. الليفر قاعد 30 سنه ما بيخش دوري، فرقه عريقه برضه. لا مش نفس المقارنه، ما نخش في القصه دي. ماشي، مش معاك. نفس المقارنه، واوعى تمنتجها. مش همنتجها يا عم. حاسس فريق في انجلترا. ماشي. فتياجو موتا بالنسبه لي هو اهم صفقه، لان اليوفي كان بقاله حقبه أليجري دي كانت خلاص لازم تنتهي. الماتش 1-0 واجري والكلام ده كله وتعادل. بس بحبها والله، بحب أليجري. بحب فكر هي تمشي يقول لك يعني. ايه، أليجري اديله واحد واجري. بس هي خلاص جابت اخرها فعلا، لان اللعيبه كمان اللي بقت اللي كانت معاه في اليوفي خلاص، فاهم. غير بقى العناصر الشابه اللي طالعه. انت عندك يلدز، الواد يلدز ده انا شايفه الصراحه هو اصلا الناس دلوقتي في ايطاليا بتشبهه بديل بيرو. انت شايف ان انتر انزاجي المشروع يعني نفسه، انت شايف ان هو السنه دي، خلال السنه دي والسنه الجايه، انزاجي لو ما خدش ابطال ممكن يمشي؟ لا، يعني مش شايف ان هو طبعا مش مطالب، لا. هم ليه مش مطالب يا جماعه؟ هو انتوا ليه ما هو لا هو ممكن يبقى انت بتقيس انتر ده دلوقتي احسن فريق في الدوري. ايوه ماشي، هو ممكن يبقى مطالب بالابطال، يبقى اكيد مطالب بالابطال. ايوه ماشي، بس مش مقياس اللي هو لو ما جابوش يمشي. لا يتكلم. هقول لك ليه. انزاجي هو اللي يعني انا شايف الصراحه ماشي، كان حجر الاساس سباليتي، كنت جاي يكمل على المشروع ورجع خد الدوري بسكواد كان يعتبر اصلا اجمل من السكواد اللي موجود دلوقتي ده، ماشي. انزاجي بقى هو اللي خلى فعلا اللعيبه او شكل انتر عموما. انتر ممكن تلعب من غير، يعني لو حد ناقصها ممكن تلعب، طريقه اللعب هي خلى في شخصيه. خلى في شخصيه للفريق، طريقه لعب معروفه سواء مين اللعيبه يعني الفريق ما بيقفش على لعيب، مين مشي مين متصاب الفريق بيلعب بنفس المنظر بنفس الشكل. فدي ترجع لانزاجي. ما ترجع له بس الخطوه الجايه بتاعته. دلوقتي راجل دلوقتي خدت دوري، جربت مره، في الثانيه، في الثالثه، وصلت نهائي ابطال، ما توفقتش. السنه اللي فاتت خرجت، ممكن كنت انت الاحسن قدام اتلتيكو. فخلاص انت بقى الخطوه الجايه خلال، مش بقول لك السنه دي بس خلال الخطوه، يعني السنه دي هنقول ان هي تجربه لكل الفرق كنظام ممكن تبقى صعبه برضو، لان كنت لسه هقول لك هي انت داخل في بطوله مختلفه. يعني لو كانت تشامبيونز ليج بنفس النظام كان ممكن اقول لك انتر يبقى سهل برضو، ممكن يوصل نص نهائي مش عارف ايه. لكن السنه دي هتبقى تجربه، يعني بقول لك تجربه بالظبط لكل الفرق كده ايوه. كده. بس مطالب اللي هو ياخد دوري ابطال، طبعا هو مطالب اللي هو ياخد دوري ابطال. في الانتر هي حته الاداره. حلو. يعني نعم في اختلافات شويه بتبقى على الصفقات، او اللي انت ما بترضاش اللي انت تدفع في الصفقات لازم تجيب مجاني، او بس لازم هو فعلا تجيب. هو على قد فلوسك انت محافظ قوي، ما هي دي مظبط الدنيا دي بقى تحسب لمين؟ فدي ميزة. تحسب لمين اكتر من اداره انزاجي، لان انزاجي الصراحه هو بيطلب لعيب يمشي مثلا. الدنيا على فلوسه. غير كده هو بيطلب لعيب كذا مثلا فري مثلا. يعني انت شايف السنه دي انتوا هتاخدوا الدوري؟ يعني هو المرشح الاول للقب هو الانتر طبعا. وانا شايف انتر. ماشي. الناحيه الثانيه بقى، شايف فكره وجود ابراهيموفيتش في حته الاداره خلاص، وفكره ان المدرب بتاع ميلان الجديد ابراهيموفيتش هو اللي جايبه، وفكره الصفقات والحوارات اللي طلعت انه بتاعت ابراهيموفيتش، بتاعت فكره ان هو في كانت لعيبه المفروض تيجي وما جاتش، وان يقول لك اداره ميلان عايزه تصرف، ابراهيموفيتش بيقول لهم لا ما تصرفوش. ما دي بقى النقطه اللي انا كنت عايز اكلمك فيها، الفرق ما بين الاداره بتاعت الانتر والاداره بتاعت ميلان. ميلان بتجيب صفقات بفلوس. ميلان السنه دي جايبين صفقات توتال مثلا داخلين في 80 مليون 90 مليون، وده يعتبر رقم كبير جدا في ايطاليا. انت كنت تضحك، انت جايب اولمو ب 70 مليون. طبعا انا بقول لك عشان بس نبقى متفقين الناس عارفه ان ده رقم كبير جدا انا عارف في ايطاليا، فاهم. فاهم. فمعظم الصفقات دي انت مش هتستفاد بيها.
ايميرسون رويال انت رايح جايبه 15 20 مليون. ايميرسون اللي هو اصلا في وفي يعني فوفانا صفقه، فوفانا صفقه ماشي، موراتا مش صفقه. لميلان صفقه. لا كاستايل ميلان اكنك جبت موزوكيتش فاهم. هو انا اتفرجت على الماتش امبارح وقدامنا، انا بقول لك انا من سنتين لعبت ميلان، انا ما كنتش حاسس ان بلعب قدام مهاجم. امبارح سيبك من ان احنا انا حسيت في مهاجم في ميلان، يعني حسيت في حاجه بتتحرك. فان دايك بس اللي عامة انا كان ممكن ياخد بكلمك كارت احمر في في كوره. الاداره هي مش بتفكر اللي هو انا هجيب اللعيب اللي استفاد منه 100% صح. لا انا ممكن اجيب لعيب هو اعرف اجيبه مثلا بمبلغ او اي حاجه مرات الجماهير يعني، اللي انا اسمي جبت صفقات مرات الجماهير. بالظبط فاهم. دي الفكره في اداره ميلان. فانا شايف العيب في الميلان اللعيبه اللي موجوده مش قد مسؤوليه اللي هي تشيل ميلان. وعلى فكره عشان كده اخر كام سنه انتر في مدينه ميلان، انتر هي اللي طاغيه وناجحه وليها نجاحات وليها ليها اللي هو تبص، لا انتر عملت حاجه فاهم. سيبك من بره المحلي. ايوه كاوروبيا لا يعني فرقه موجوده اللي هو مين مرشحين للبطوله اكيد هترمي اسم انتر. طيب كده لسه فاضل حاجه واحده، ان هي روما. امبارح اقاله دانييلي دروسي عموما. عشان نلخص الموضوع، انا شايف انه اتظلم لان هو بروجكت، يعني لسه جايبين صفقات ولسه جايبين توبيفيك ولسه الموضوع ما بداش، هو مسك في اخر الموسم. ما قلتش ان هو جامد، بس دروسي الحاجه الوحيده اللي عرف يوصلها او بانت انه عرف يوصل روح شويه للعيبه وبانت في الملعب، ولسه الموضوع بيبدا، فانك تقيله بالسرعه دي غريبه اللي يعني. طلع بعد الاقاله امبارح اللي هو مش متقال بسبب النتائج السلبيه، بسبب اللي فيه مشكله حصلت ما بينه وما بين مش فاكر يعني ما اعرفش اسمها ايه بالظبط، بس هي المدير التنفيذي روما يعني واحده ست. مشكله حصلت ما بينهم مش عارف المشكله عن ايه بالظبط، دي اللي ادت اللي هم يقولوه. لان دروسي كان عادي نازل التمرينات عادي امبارح وبيحضر التمرين مع المساعدين بتوعه، استدعوه في الاداره انت اتقلت مره واحده. دي ايطاليا بقى، دي ماما التمرين اتاجل، دروسي خد بعضه ومشي. ايه ده كان تحرش ده ولا ما تعرفش فاهم. فده اللي حصل، دروسي ما اتقلش بسبب النتائج، لان ده النتائج دروسي اي نعم ماشي فيه جزء سلبي. عشان انا بقول لك الواد ده ايطالي، الواد ده ايطالي بيجيب معلومات كويسه. دروسي في نتائج سلبيه مع روما ماشي، بس اللي انت لسه تستنى عليه. روما كانت ماشيه حلو في نهايه الموسم اللي فات وصفقات حلوه وصفقاتها حلوه. أيوة. ايوه فاهم، اللعيبه اللي موجوده عندها حلوين، بس هي دي فكره روما يعني. طيب كده احنا لخصنا الاربع جولات عموما بتوع الثلاث دوريات، مش هنقول 5 دوريات كبرى، مش هنتكلم على فرنسي. البوندز ليجا ما فيهاش جديد، كومباني مش باين له حاجه، وعادي هاري كين بيجيب اجوان. فنقفل بقى، مين اللي هيقفل الحلقه؟ سامي بقى. طيب ايه ادينا واحد بقى، لو وصلت لحد هنا اعمل شير ولايك وسبسكرايب. وده دول ثلاثة أصحاب بيحبوا الكورة بس ما بيحبوش الكلام الكتير. ولو وصلت لحد هنا في الاخر ما تنساش تعمل لايك فولو وشير، وشكرا ليكم انك وصلت لاخر لو وصلت لاخر الحلقه. وحد عايز يقول حاجه؟